للزميل محمد سعدون الكواري. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أيها السيدات والسادة في كل مكان. مباراة أخرى في الليغا الإسبانية تنطلق الآن. الفريق الضيف خامس الليغا الذي يقابل ثاني الليغا، بل يقابل تاريخيا سيد الليغا عبر كل التاريخ. ريال مدريد ليس في أفضل أوقاته، ليس في أفضل حالاته، وربما مباراة هذا المساء يريدها بداية العودة للطريق الصحيح. تنطلق المباراة هنا في ملعب كبير معتاد تاريخي، البرنابيو. مباراة ريال مدريد أوساسونا، البداية الأولى في المباراة الآن، لكن الكرة الأولى للفريق الذي سنشاهده ربما بهذا السيناريو لن يتراجع. وهذا الرجل الذي يعاني كثيرا، أنشيلوتي، خسر في هذا الملعب في الليغا برباعية أمام المنافس التاريخي برشلونة، وخسر بل سقط في مباراته أمام ميلان في دوري الأبطال ب3 أهداف لهدف واحد، ولا يتمنى أن تحدث خسارة ثالثة على التوالي في ملعب في حصن الحصين البرنابيو. إذا حدث ذلك فإن ذلك ربما منذ سنوات وسنوات وعقود، لكنها مباراة في غاية الأهمية تنطلق الآن. والبداية بهذه الصورة: ريال مدريد اللونين في المرمى، هذا رودريجو في الكرة الماضية، فاسكيز، ميليتاو، روديجر، إضافة إلى فران غارسيا، هنالك بيلينغهام، كامافينجا، فالفيردي، فينيسيوس، مبابي، وأخيرا وليس آخرا رودريجو الذي يتقدم الآن لضربة ركنية تلعب عالية، ولا زالت المحاولة مستمرة والكرة خارج الملعب في بداية طبعا لريال مدريد في معقلة في حصنة. لاحظ هنا الشد والجذب الذي يبدأ مبكرا. 80,000 متفرج في البرنابيو في مباراة لا شك بهذا السيناريو ربما نشاهد ريال مدريد يستحوذ أكثر على الكرة، لكننا في المقابل سنشاهد فريق منظم جدا، ويعلم الكل أنه الفريق الوحيد الذي هزم برشلونة متصدر الليغا في خسارة وحيدة حتى الآن كانت أمام أوساسونا، الفريق الذي فاز كذلك على سوسيداد في سان سيباستيان بهدفين نظيفين. ولذلك مباراة طبعا صعبة جدا على ريال مدريد، ويكفي خطيرة للريال. الله الله الله! نقول أن الفارق فقط 3 نقاط بين الخامس وبين ثاني الليغا. المباراة بهذه البداية المثيرة جدا، بهذه الأجواء المعتادة. الكرة لفاسكيز، وصلت رودريجو في هذا المكان، العرضية والركنية الثالثة. تصور 3 دقائق، 3 ضربات ركنية للفريق الذي يعلم أنها هي مباراة مداواة الجروح. هذه مباراة مداواة الجروح، هذه مباراة التمرد على الظروف، هذه مباراة
مباراة العودة لريال مدريد، الانطلاقة بهذه الصورة، الكرة في المباراة 11 عند 3 أهداف صنع هدفا واحدا، انذر مرة واحدة. ولاحظ الكرات هنا طبعا صقر المدافع الألماني الكبير. البداية شوف البرنابيو وكأنه جاء اليوم لأن يقول نحن خلفك يا ريال مدريد، نحن خلفك يا ملكي في مباراة في غاية الأهمية. نعم هي في الجولة 13 ليس إلا ولكننا أمام ظروف ليست جيدة يمر بها الفريق الملكي الكبير. الكرة في وسط الملعب بالمناسبة أوساسونا مباراة اليوم فريق ممتع لا شك في ذلك، مع مدربه الذي يشاهد المباراة من المقصورة فيسنتي طبعا مورينو. هذه انطلاقة كرة الهريرة في المرمى، أريسو في الجهة اليمنى، بريتينوس في الجهة اليسرى، لدينا كاتينا والكاميروني بيوم، وقلبي الدفاع مونكايولا، إضافة إلى تورو ابن ريال مدريد بالمناسبة، ابن ريال مدريد. أورون يحضر في خط الوسط، هنالك بينيا، هنالك بوديمير الكرواتي. الكرة من ضربة 4 ضربات ركنية في انطلاقة هذه المباراة طبعا، وربما التاريخ طبعا يدعم ريال مدريد. أتحدث عن 18 مباراة لا يخسر متتالية في الليغا، لا يخسر ريال مدريد عندما يقابل نادي أوساسونا، عنده 13 فوز 5 تعادلات. لكن ربما يريد نادي أوساسونا أن يستفيد من الحالة الغير جيدة التي يمر بها الفريق الملكي ويسجل فوزه الأول ربما هنا منذ أكثر من 20 سنة، لأن فوزه الأخير في البرنابيو يعود إلى عام 2004. انطلاق هنري يرفض إجحاف حق تشافي في برشلونة. رفض النجم الفرنسي تيري هنري نجم برشلونة السابق إجحاف حق المدرب السابق للفريق تشافي هرنانديز بعد البداية القوية لحقبة المدرب الجديد الألماني هانز فليك. هنري تشافي هو من أسس عصر برشلونة الجديد، وعبر هنري عن رأيه بأن تشافي هو من بدأ عصر برشلونة الجديد وليس هانز فليك الذي بدأ مهام عمله اعتبارا من بداية الموسم الحالي. وكان تشافي قد أنهى علاقته بنادي برشلونة في ختام الموسم الماضي الذي خرج منه الفريق برصيد 0 بعد الفشل في الفوز بأي بطولة. وقال هنري في تصريحات نقلها موقع فوتبول إسبانيا: لا أعتقد أن فليك هو من بدأ هذا العصر، تشافي هو من قام بالأمر، وتابع فليك يواصل ما قام به تشافي. تشافي هو من منح الفرصة لباو كوبارسي ولامين يامال وغيرهما. تشافي هو من سمح بمشاركة النجوم الشباب. وأضاف هنري: تشافي غادر وحضر فليك، ولكني أعتقد أن نجوم الشباب ازدادوا خبرة بفضل تجربتهم مع تشافي على مدار عامين. وأوضح فكرته بالقول: حينما تمر بظروف صعبة مثل الذي عاشها الفريق الموسم الماضي، فإنك تفهم أكثر عن شخصيتك وما عليك أن تقوم به.